كيف أمارس الصمت العقابي حتى يعود إلي منكسرا؟ أقول لكم إزاي. أنا إسراء عثمان، استشارية علاقات زوجية. اللي عايز يبعت استفسارات أو يحجز جلسات يبعت على الانستجرام. يلا بينا. مش دايما بيتعمل فينا كده ان انت تبقي في علاقه مع حد سواء راجل او ست، والشخص ده تقول له انا عايزه اشوفك، يقول لك حاضر حاضر وما يشوفكش، تتصل بيه وما يرجعش تاني يكلمك وما يردش عليك، واحيانا يكنسل برضه عليك. اوحش حاجه انت او انت ممكن تعملوها ان انتوا تعاتبوه، مش ده الحل. لما انتوا تعاتبوه معناه كده انه وصل للي هو عايزه. هو بيعمل كده عشان يا اما يضايقك او يزهقك فتمشي، يا اما عشان يعودك ان هو ده ليفل العلاقه اللي انت تستحقه. فانت في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتتجاهل، ولكن بالاهتمام بالنفس. مش هتجاهل يعني اتصل بيا وما ردش، لا، هتجاهل يعني انا اتبسط، اخرج. لو انا طلبت منه انه يخرجني وهو ما خرجنيش، اطلع اخرج انا في نفس المكان، يرجع يكلمني اقول له انا في المكان الفلاني، يقول لي ايه ده خرجتي لوحدك؟ انا كنت عايزه اروح وانت شكلك مشغول فانا ما قدرتش. ومره ورا مره تليفون ما ردش عليه لحد ما اجي بالليل واقول له معلش كنت مسحوله في الشغل، او واحده صاحبتي كانت بتكلمني طول اليوم عندها مشكله وبتحكي لي، فانا كده ما بعاتبش بس العتاب وصل. هتوصل مع الشخص ده لحاجه من اتنين، اما ان هو يجي يقول لك هو انت ايه اللي انت بتعمله ده، وفي الحاله دي هتستهبل. ايه ده؟ هو انا بعمل حاجه؟ انا ما بعملش حاجه. طيب انت ليه ما كلمتنيش وما عملتيش وما سويتيش؟ اواجهه واقول له والله حضرتك اللي عودتني على كده، لو انت كنت بتهتم وبتاخد بالك مني كان زمان العلاقه مشيت صحيه جدا، لكن انت بطلت تهتم. لو رد عليكي رد من نوعيه ايه ده انت بتردها لي، هو واحده بواحده، لا ده انت طفل، لا ده انت طفله، هنا بقى والله لو بيكلمك في التليفون اقفلي في وشه، ولو قاعد قدامك اضحكي له ضحكه صفرة وسيبيه وامشي، وقولي له معلش مشغوله. ليه؟ لان الشخص اللي يغلط ولما تيجي تواجهه بغلطه او بعدم اهتمامه فيكابر، ده شخص حياتك معاه هتبقى من اسوأ ما يمكن. اما لو عاد معتذرا فطبعا هنديله فرصه تانية عشان اللي بينا.